اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك. حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء. وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا. يا مساء الورد عليكم يا حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بقى معلش الفيديو ده انا عارفه اللي هو نزل لكم متاخر شويه، بس سامحوني والله العظيم. انا صورت فيديو بالموسم، وعملنا اكل ايه وحلينا بايه وجبنا حلاوه ازاي وقد ايه. بس سامحوني نزلته على قناه تانية. القناه دي بقى ايه، قلت اما ايه يعني لازم انا انزل هنا وهنا، فسامحوني والله العظيم مني. يعني اما بيبقوا قناتين فبصراحه والله العظيم تعب، تصويري هنا وتصويري هنا، وما ينفعش الفيديو اللي تحطيه هنا تقرريه هنا. طبعا اللي فاتح قناتين بيبقى عارف ان تبقى في يعني التزامات بنمشي عليها، وفي شروط وفي حاجات. فالمهم سامحوني بقى ايه، ده الفيديو بعد الموسم، فانا بقول لكم عملت ايه. طبعا انا الفيديو بتاع الموسم اللي كل اللي عايز يشوف يخش على قناه تانية ايه هتلاقوه. تمام. هنا بقى ايه، انا قلت بما اني مش هعمل اكل، هنقضي اليوم بايه، باي حاجه موجوده عندنا في التلاجة. طبعا مش اي حاجه بقالها فتره، لا طبعا ده يعني كان امبارح، يعني قولي الفيديو ده النهارده الاكل بتاع امبارح. طبعا كنا عاملين بط وعاملين محشي وتاني يا ربي محشي مشكل، كرنب، فلفل، كوسه، بدنجان. كل دوت بصراحه انا لما باجي اعمل محشي بفتري بصراحه، بعمل كل الانواع، لاني طبعا لازم انا اراضي كل الاذواق. يعني عندي بيحبوا الكرنب، عندي يحب البدنجان، في بيحب الكوسه، وهكذا. فانا بروح ايه بقى مديهم حلتين ما شاء الله كبار. يعني طبعا احنا مش هناكل محشي الكميه دي ما شاء الله، يعني بنعين بقى ايه تاني يوم. تمام. باجي بقى تاني يوم بروح بقى ايه اضيف على شويه حاجات كده ونقضي يومنا. طبعا انتوا عارفين اني مش شرط كل يوم تعملي اكل، بالذات بسبب القوطه المجنونه اللي كل يوم بتتجنن علينا دي. المهم يا حبايب قلبي، صلوا على النبي كده واكتبوا لي في التعليقات. آه اكتبوا لي في التعليقات كل سنه وانتم طيبين، ماشي؟ وصلوا على النبي كده. وتعالوا بقى ايه، يعني في شويه معين كده هنخلصها معاكم. شوف بقول لكم ايه، مكان السلكه معورون، مش مهم، خليكم معايا، ركزوا معايا انا. المهم يا حبايب قلبي، طبعا في اليوم دوت جوزي رن عليا قال لي هتعملي اكل ولا اجيب لك اكل؟ قلت له لا ما تجيبش حاجه، انا عندي الاكل اهو هقضي بيه. المهم ايه، قلت بقى بما اني يا ولاد مفيش اكل هعمله، لازم نستغل الفرصه. طبعا انتوا عارفين ان الاكل ده ساعات بياخد وقتنا كله. يعني مع المذاكرة ومع شوفي لو هتخرجي تجيبي طلبات هتجيبي حاجات، يعني اليوم انا ما بصدق بقى ما يبقاش في اكل وانتهز الفرصة واقلب الشقة على وطيها بقى طبعا. تمام. المهم هنا كان في مواعين بغسلها، ماشي. قلت له ما تجيبش حاجه، انا هقضي باللي هنا. قال لي المحشي هيقضي؟ قلت له ان شاء الله هيقضي طبعا، لان احنا لسه واكلين بط يعني وفراخ يعني، وكل يوم حتى يعني يبقى في فاصل بين اللحوم، يعني لو يوم حط. فالمهم هنا طبعا انا كنت غسلت المواعين بقى، قلت له ايه ما تقلقش انا هظبط لك الدنيا. والمهم ايه تيجي تلاقي ايه اكل كده ايه يعني يقضي الغرض وخلاص، ويكون حلو يعني في نفس الوقت. فالمهم ايه طبعا هو كان جاب لنا علبة حلويات يوم المصيف، فما شاء الله خلصت. طبعا يا حبايب قلبي الحلويات مولعة السنة دي، الكيلو ب150، بس الحلاوة النظيفة اللي انت بتنقيها واللي انت بتختاريها، مش اي حلاوة، لا انت بتاخدي علبتك وتخشي تشوفي اللي نفسك فيه. طبعا هنا المحشي جبت حتة سمنة بلدي كده معتبرة،
محترمة، ورحت حطاها في القعرية بتاعة الحلة، وحطيت كل بقى المحشي في قلب حلة واحدة. ورحت عاملة ايه تاني، شوية لسان عصفور كده يستاهلوا بقكم بشوربة البطة. طبعا احنا عندنا شوربة بطة نرميها؟ والله ابدا ما يحصل. آه رحت عاملة بقى شوية لسان عصفور، وعملنا بيها شويه ملوخيه ناشفه. طبعا انا كنت منشفه شويه ملوخيه ناشفه حلوه كده زيكم. طبعا حطها في قلب البرطمان، قلت ايه نستغلها برضو، نعمل طبقين لسان عصفور على طبقين ملوخيه. والمحشي مسخنه بالسمنه البلدي. وايه تاني يا رب، اللهم صل على سيدنا محمد، وشويه المخلل اللزاز الجمال دول. وايه رايكم بقى، مشينا يومنا بأقل التكاليف. تمام. طبعا احنا بقى ايه يعني عايزين نحلي، عايزين نحلي. بصراحة لقيت جوزي مقلش في التليفون. بصراحة لقيته جاب لهم علبة حلويات كمان، قال لهم عشان ما تبصوش لحد، وعشان كل ما تعوزوا ايه تاخدوا بقى وتلاقوها. بس ما شاء الله والله العظيم كانت تحفة تحفة. وكان جايب لنا علبة اولانية كانت حلوة وجميلة برضو. بس دي بقى انا قلت له ايه ركز على حاجات معينة اللي احنا بنحبها، يعني الشوكولاتة اللي هي بتاع النوجة الطرية دي، الحمصية، السودانية، الفولية، الجوز الهند ديت. يعني الحاجات اللي احنا بنحبها. بس ما هي 150 بقى ناخد على مزاجنا، يعني 2 كيلو ب300 يعني. ايه يا عم واحنا داخلين ناخد اي حاجة ولا ايه؟ فبصراحة بقيت اقول له في التليفون هات الحاجات اللي احنا بنحبها. طبعا هو عارف احنا بناكل ايه وبنحب ايه، وعادة ربنا ما يقطعه. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. بس كده هي كانت علبة الحلاوة القمر المسكرة ده. زيكم بصوا ما شاء الله والله كان جايبة يعني من محل كده، يعني محل اخر علاجة. وبصوا ما شاء الله يعني بصراحة تستاهل. انا لما بتبقى الحاجة نظيفة وطعمها جميل والله العظيم ما بيفرق معايا الفلوس خالص، يعني عادي. يعني بصوا احنا ما شاء الله الفلوس دي بنضيع على عنية، اقول لكم ايه. بس هنعمل عشان خاطر الاطفال بيحبوا الحلويات دي. وبس حبايب قلبي هنا بقى ايه كنا كنا وحلينا. وبس انا قلت بقى اما افتح معاكم علبة الحلويات، قلت والله لا يمكن. انا عملت علبة على القناة التانية، ودي تاني علبة ايه يعني اللهم صل على سيدنا محمد، الف هنا يا رب. دي العلبة التانية بقى قلت اما اصورها هنا، عشان انا ما صورتش اي حاجة تخص المولد النبوي ولا اي حاجة خالص في اليوم العظيم ده. بس يا حبايب قلبي بصوا العلبة والله العظيم شكلها جميل اوي. ايه رأيكم بقى؟ بس يا حبايب قلبي وهنا بقى اكون خلصت معاكم الفيديو. اما حاجة ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، وتشيروا الفيديو لكل معارفكم. يعني على قد ما تقدروا شيروا حتى لو عرفتوا تشيروا على القنوات الفضائية ولا يهمكم، عادي يا حبايب قلبي بهزر معاكم. بس يا حبايب قلبي بحب اشكر كل الناس اللي دخلت وكتبت لي في الكومنتات. ملكوش دعوه بالناس السلبيه، طبعا انا ماليش دعوه بيهم، والناس دي ما تفرق ليش بالاصح يعني ملهمش يعني اي اعتبار عندي. انا اعمل اللي اعمله لدام ماشيه بما يرضي الله، ولدام ما بعملش حاجه غلط انا ماشيه وهكمل. والحمد لله لدام ربنا كرمني منها هفضل ماشيه يعني لغايه ما ربنا ايه يعوز. بس يعني دي ارزاق وربنا هو كاتبها لي وكاتب لي ان انا امشي في كده، خلاص ماشيه. يعني بصوا يعني لو مين حتى وقف في طريقي مش هتراجع سنه واحده. بس كده حبايب قلبي انا بس ايه الفيديو اللي هو بتاع الفضفضه دوت انا بس حبيت اعرفكم، لان طبعا احنا عندنا ارياف ومعظمهم بتبقى ناس يعني عقولهم على قدهم. بس احنا لما بنعملش حاجه غلط خلاص. بس والله ده هما بيفضوني بالمشاهدات اللي بيخشوا يشاهدوها لي ديت، الحقيقه اللي هما ما يعرفوهاش. فربنا يعينكم يا رب، وقعدوا شاهدوا كده كل فيديو انزله، وقعدوا تجسسوا عليا، وعادي ولا يفرق معايا حاجه. ده بالعكس انا المستفاده، وعادي احنا على وضعنا لحد ما نقابل ربنا. بس كده يلا حبايب قلبي اسيبكم في رعايه الله، وما تنسونيش باللايك والاشتراك يا احلى متابعين.